Oh, for Della Maddalena. Left hand gets through for Della Maddalena. He's giving himself a chance. Muhammad needs to best because they both know whoever's backing up is losing. You see the nice first right hand. Jack's counter. And looked like he may be cut. Dean Thomas, what do you have, coach? Jack Della Maddalena. Literally, he would be. I mean, it's kind of like if it ain't broke, don't fix it. I'd love to see Bilal fix it this round, but his corner wants him close. That's what they want him. Well, Austria has a chance. فعلقت جاك ديلا مادالينا بعد الفوز: هذا بالضبط ما توقعته، إنه شعور رائع جدا. فقال أيضا: كنت أعلم أنني يجب أن أكون ذكيا، كنت أعلم أيضا أنني لا أستطيع قضاء وقت طويل على جاك ديلا مادالينا يوجه رسالة مدوية إلى البطل المسلم إسلام مخاشيف، حيث قال له بأنه يريد أن يدمر إسلام مخاشيف وأن يرد الصعد صاعي للمقاتل الأسترالي ألكسندر فولكانوفسكي. فاسمعوا ماذا قال. وأما ردة فعل إسلام مخاشيف حيث قال: حان الوقت لتصبح بطلا مزدوجا. كما قال أيضا إسلام مخاشيف: اليوم نقاتل من أجل شيء أكبر من لقب UFC، فهو يقاتل من أجل جميع الأجيال سواء فاز أو خسر، لا تحدد إرثه. فرد إسلام مخاشيف على المقاتل الأسترالي جاك ديلا مادالينا حيث قال: أنت لست فولكانوفسكي، سأريك مستوى مختلفا ورائعا، حافظ على نظافة حزامك وإلا سأقتلع منك. وبهذا وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى أن ينال إعجابكم، وإلى اللقاء.